لكم سمنه بلدي من الزبده سيحناها 100%. تقدروا تخزنوها في اي برطمان زي ما انتم شايفين كده، وتقفلوا عليها كده وتدخلوها الثلاجه، تسحبوا منها زي ما تعوزوا. هو ده الكلام. السمنه البلدي يا جماعه مفيش غنى عنها في البيت طبعا كلنا. طبعا الزبده بعد ما نزلنا بقى في الحله بتاعتنا، اي حله عندكم تقدروا تسيحوها كده، وبعدين نمسحها على نار عاليه في الاول، مش عاليه قوي لحد ما تسيح. اول ما تسيح بنبدا نهدي النار عليها، بنصفيها عشان لو فيها اي شوايب طبعا من الزبده. دي زبده بلدي طبعا زي ما انتم شايفين كده. نزلناها على النار تاني بعد ما صفيناها كده، بقى بنهدي النار عليها خالص، وبنبدا نقلب فيها تدريجيا كده لحد زي المرته ما تستنى تحت يا جماعه كده، ونبدا نصفيها. هو ده الكلام يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. بقى نبدا نصفيها دلوقتي بقى، بنقلب فيها طبعا. خدت الغلوه معانا كده خلاص، جاهزه بقى للتصفيه بقى. والمرته هتفضل معانا في قعر الحله كده. هو ده الكلام. شايفين الجمال، شايفين الحلاوه، السمنه البلدي في البيت بكل سهوله، وشايفين المرته بقى معاها. هو ده الكلام. لايك وشير عشان نعمل وصفات كتير بقى، وطب متابعه للقناه وللصفحه.